مرحبا، ودكم جدول مرتب في اسطنبول ل4 أيام بس؟ تعالوا نشوف. من مطار الدوحة طرنا الوجهة كانت اسطنبول تركيا. سفرتنا هذه كانت في شهر يناير، مع أني أشجع السفر لاسطنبول في شهر 3 أو شهر 2 للعائلات بالذات، عشان ما يكون البرد وايد ويكون ربيع ودرجة الحرارة تسمح للاستمتاع بكل الأنشطة في اسطنبول. وصلنا متأخرين، وأول وجهة كانت نروح حق الكستنة، وبعدها رحنا الفندق نريح. هذه كانت إطلالة فندقنا، وكانت مطلة على البوسفور. وأول وجهة كانت مطعم شازلي في تركيا. ثاني وجهة في أول يوم كانت ملاهي فيا لاند، وأخليكم تستمتعون بالصور ومقاطع الفيديو الموجودة. فيا لاند مكان وايد حلو، في مجمع تسوق كبير متعدد الطوابق، وفي مطاعم ومقاهي وملاهي مثل ملاهي فيا لاند، وفي أنشطة مثل البيت المقلوب وأنشطة أخرى أنتوا تقدرون تختارون منها شنو تبون وشنو تحبون. وفيها البيت الأشباح وفيها البيت الحيوانات. كل هذه أنشطة الصراحة كانت وايد حلوة وممتعة، عليكم أنتوا تختارون شنو يناسبكم. بس على فكرة المكان وايد كبير ويحتاج وقت طويل. بعدها ردينا الفندق وحبينا نطلع نتمشى شوي وناخذ لنا شي خفيف ناكله، فرحنا بالسكوترات مكان قريب اسمه أورتاكوي، ورحنا كلنا من هالمطعم المشهور اللي اسمه ميديتشي أحمد، وكان وايد لذيذ. اليوم الثاني رحنا مطعم اسمه ذا ماركت نتريق فيه، وكان أكله وايد حلو ومو بزحمة، وطلعنا نتمشى في المكان اللي احنا فيه، ودخلنا هالمسجد نصلي، واستغلينا الفرصة ركبنا السفينة عشان نرجع المكان اللي احنا فيه. نزلتنا السفينة في أورتاكوي، فرحنا نمشي لأقرب معلم سياحي، وكان برج غلاطة، وكان المكان وايد حلو وممتع لكن بعيد ومتعب. اليوم الثالث رحنا نتريق في مطعم لقمة في منطقة روملي، وكان المطعم مطل على البسفور في اسطنبول الآسيوية. بعدها رحنا نزور شكور القهوة المشهورة في مسلسل الحفرة. Allah razı olsun hacı abi. Maşallah çok güzelsin. Kapat kapat. بعدها رحنا مجمع فينيسيا اللي هو عبارة عن أوتلت للماركات التركية. وآخر شيء رحنا نزور شارع البطاطا في أورتاكوي. اليوم الرابع كان يوم سفرتنا، فرحنا تريقنا في هالمكان البسيط الجميل، وزرنا البازار واحنا رايحين المطار.